اهلا بكم مرة تانية على الهواء مباشرة في برنامجكم شباب على الهواء، واهلا بمشاركتكم التليفونية على تليفون البرنامج رقم 3845001. رقم التليفون مرة تانية هو 3845001. النهاردة بنتكلم عن الرياضة واهمية الرياضة، وهل الرياضة مفيدة في الصيام ولا لا. كمان الفنون، في رمضان بنلاقي فيه فنون كتيرة جدا، في نشاط فني بيبقى موجود. خلونا نرحب بضيوف النهارده. بيشرفني في الاستوديو ياسمين حسن، اهلا بيك يا ياسمين. اهلا كل سنه بحضرتك. طيبه ورمضان وحضرتك كريم. طيب. انت كمان طيب. بيشرفني محمد جمال، اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. كل سنه طيب. صح سلام. كله تمام. الحمد لله تمام. انت متاخد ولا ايه؟ لا. صايم بقى وكده. الحمد لله. طيب جميل، اهلا بيكو. الاول بتمارس الرياضه ولا لا؟ اه طبعا. بتمارس الرياضه هو ماشي انا ولا رياضه رياضه؟ حاليا ماشي، بس انا كنت لعبت سباحه فتره وباسكت بول كويس. وكاراتيه، يعني نوعت، عملت نوعت يعني. تشكيله كده. جميل. بالنسبه لك يا محمد؟ لا، بقالي فترة منقطع عن أي رياضة. باين عليك. يعني الحمد لله. جميل، بس هل ممكن تمشي؟ كتير. أنا بمشي كتير في اليوم. ها. ممكن في عدي 4 ساعات في اليوم مشي. تمام. طيب احنا النهارده يمكن بنتكلم على الرياضة في الصيام، واعتقد ان الفنون كمان ليها دور في الصيام. هل ممكن نرسم لوحة في شهر رمضان تكون مختلفة عن اي شهر تاني؟ اكيد اي وقت طبعا. تاني؟ اكيد طبعا. ها. هو الفن التشكيلي بيناقش كل حاجه، يعني فمجالاته كتيره ومتعدده وخاماته اكتر. فممكن ان احنا نناقش بيه رمضان. كان لسه قريب تم مناقشه السيره النبويه من خلال معرض دكتور طاهر عبد العظيم. فدوت بيدل على ان الفن التشكيلي بيدخل في اي مجال، حتى لو من ناحيه دينيه. فحتى كان افتتحه مفتي الجمهوريه، كان في قبل شهر رمضان. تمام. فدوت انا عايزه بس اوضح للجمهور الفن التشكيلي هو عباره عن ايه، لان انا شايفه ان الفن التشكيلي مش واخد حقه في مصر قوي. فعايزه اقول لهم ان الفن التشكيلي بيبقى عباره عن ان انا بشوف حاجات حواليا من الطبيعه وبعيد صياغتها بشكل جديد او بشكل مبتكر او من وجهه نظري الخاصه. دلوقتي في ناس كتير بتتساءل مثلا لما بيشوفوا لوح بالصدفة يقولوا مثلا هي اللوحة دي بتعبر عن ايه، تمام. وخلاص وبيمشوا، تبقى كويس. حاجة عابرة مرت عليهم كده، اللي هو احنا معرفناش هي بتعبر عن ايه تمام. وخلاص. فأنا عايزة أوضح إن التشكيلي هو الفنان اللي بيصيغ الطبيعة بأسلوب آخر. فديت هو بيصيغها فن من وجهة. التشكيلي بينقل الفنان؟ لا. امال ايه؟ التشكيلي، كلمة تشكيلي ان هي المقصود بيها الفنان التشكيلي. طيب ماشي، جميل. هو الفنان اللي بيصيغ الطبيعة بشكل آخر. جميل. محمد، هل صيغت الطبيعة بشكل اخر ولا لا؟ طبعا، يعني احنا بناخد وصفتها ازاي؟ احنا بناخد الشكل الطبيعي حسب إحساس أنا بيها. يعني أنا ممكن أشوف إنسان بأسلوب، واحد تاني شايفه بأسلوب تاني آخر. يعني أنا أشوف إنسان ككتلة لحم وجسم وكده، غيري ممكن ما يشوفوش كده، ممكن يشوفه كآلة، آلة متحركة ماشية ليها عقل وليها كل حاجة، بس هو شايفها ان هي آلة كجماد قدامه، بس العقل هو المتحكم فيها. جميل. طيب انا لما نشوف اللوحة اللي معايا ديت، اللوحة الاولانية دي، شوف بس اللوحة الاول بعد كده نستقبل التليفون. ما- انا كده ماسكها صح؟ كده صح. اوكي. انا كده مش باين اللوحة اللي باينة ها؟ في اللونج انا باين. هي انا ورا اللوحة ها؟ اللوحة دي رموزها متاخدة من شغل الفنانة عفت ناجي. يعني ده هنقدر نقول ان اللوحة منقولة يعني ولا ايه؟ لا، مش منقولة، هي الرموز اللي اشتغلت بيها الفنانة عفت ناجي، اخدت منها بعض الرموز واشتغلت فيها وضفت عليها حاجات انا باحساسي. طب ايه المقصود من اللوحة دي؟ هي دي كانت عن الفنون الشعبية، وهنلاقي فيها هنا العروسة متاخدة بشكل مختلف تحت في اللوحة من تحت. كويس. وفي برضو يعني ندخل فيها روح إسلامية شوية بوجود كلمة الله مرتين في اللوحة، مرة فوق ومرة في الجنب. كويس. البنت المصرية بأسلوب وشعار بتاع النيل الفرعوني، وبرضو في رموز نوبية موجودة، لأن عفت نجم كانت مهتمة جدا بتسجيل النوبة. كويس. بس يعني هل لما بيكون في فنان انا تأثرت بيه، هل بيبان على الشغل؟ يعني ببقى واخد رموز، ومش ده بيبقى زي ما نقول نقل الفكر الفنان؟ يعني فكر محمد فين في اللوحة؟ هو في مرحلة بنعدي بيها كلنا، ها. ان احنا بناخد الاول نتعلم من الكبار بتوعنا ومن ده حقيقي. اساتذتنا، ده حقيقي. وبعدين نبدأ نعمل احنا نضيف اسلوبنا.
انا جميل مش هتعلم فن ان انا كده اتولدت فنان. جميل الاول انا بتعلم من فنان، بتعلم من الطبيعه، تمام بتعلم من ممارستي انا لوحدي. جميل جميل. نستقبل تليفون معانا جاليليو على التليفون. يا جاليليو، اهلا وسهلا بيك، ازيك يا استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام. اخباركم انتوا ايه؟ الفنانين دول تبع الجمعيه بتاعتك ولا ايه؟ اه طبعا. اه طبعا، دول محمد من الاعضاء طبعا. المؤسسين، جميل وياسمين من الاعضاء الجدد بتوعنا، بس ناس نشاطين جدا بصراحه. كويس. انا لسه كنت بسأل محمد لما بيكون واخد بعض الرموز لبعض الفنانين، مش ده بيبقى زي ما بنقول ان انا يعني في حالة من الاقتباس من الفنان، بيبقى شخصيتي لسه ما بانتش في اللوحة، فهو قال لي ده طبيعي ان احنا في المرحلة الاولى ده بيتم. بتتعاملوا ازاي مع الفنانين لما بيكون عندهم المرحلة الاولى دي؟ هو لازم نسيبه الاول يتاثر باي فنان من الفنانين اللي هو عايز يتاثر بيهم، تمام. لغايه ما هو هيجي في وقت معين ويلاقي نفسه شخصيته تبان. شخصيته لازم هتبان لوحده. كويس. هتبص تلاقي ليه التكنيك بتاعه وليه الرموز بتاعته، زي ما محمد عامل لوحات كلها رموز متأثر بيها من فنانين تانيين. تمام. لكن هو هيجي وقت من الأوقات هتلاقيه هو لوحده طلعت شخصيته وطلعت التيمة بتاعته اللي هو يشتغل بيها. جميل جميل. بس أنا عايز أقول بس يعني أكمل على كلام ياسمين لما قالت إن الفن الناس بتقلق منه والناس مش فاهماه. انا عايز اقول بس للناس تخش المعارض وتتفرج على المعارض وتتفرج على اللوحات. الناس خايفه تخش المعارض، فاكرين ان دخول المعارض لا مفيش حد بيخاف يا جاليليو، بس هو بيبقى النقطة في حد ذاتها ان مفيش دعاية كافية للمعارض، فالناس ما بتعرفش. بالعكس والله بيعمل دعايه وكل حاجه، بس للاسف ان اكتر الناس اللي تدخل المعارض هم الفنانين نفسهم. انما فين الجمهور؟ احنا لان انتوا بتبلغوا بعض يا جاليليو. انا عايزه ادي حضرتك مثال على الموضوع دوت. في مهرجان الجرافيتي التاني كان في متحف محمود مختار، انا كنت مشاركه انا فيه. بس اشكر جاليليو الاول، بشكرك جدا يا جاليليو على مشاركتك، وشكرا ليك. كل سنه وانت طيب. عايز كان ساعتها علشان يعملوا علاقه ما بين الفن وما بين الجمهور اللي في خارج المتحف، عرضوا جزء من اللوحات في الشارع على سور المتحف بره، والجزء التاني كان في حديقه المتحف. كويس. الناس كانت بتمر يعني اوريدي في حاجات شدتهم ان هو في متحف محمود مختار في حاجات شددهم ان هو في لوحات معروضه بره. فكانوا بيسالوا ليه؟ طب هو احنا ينفع ندخل؟ ما عندهمش فكره ان مثلا ده مكان حكومي تقدروا ان انتوا تدخلوا فيه، ومن حقكم ان انتوا متاح ليكم يعني ان انتوا تعرضوا فيه، او ان انتوا تشاركوا في ورش ودوت، يعني حق الناس كلها. يعني مثلا في برضو انا مع حضرتك ان مفيش دعايه كافيه. كويس. يعني مثلا القطاع الحمد لله بيطبع بوسترات كتير جدا، بس البوسترات ديت البوسترات ديت توزيعها بيبقى مقتصر على ايه؟ على القاعات العرض الاخرى مثلا، بتتعلق في قاعات عرض تانية في الكليات المتخصصه للفنون الجميله. انا شايفه عندي اقتراح، يعني يا ريت لو يتم تحقيقه ان هم ليه ما دام يعني المعرض بيخلص واوريدي بتبقى فيه بوسترات ما تمش استخدامها، ليه ما تتوزعش مثلا مع الجرايد الحكوميه؟ تمام. او تتوزع بامفرد بمواعيد المعارض اللي هي في خلال الموسم كله، ويبقى الناس عارفه ان دوت بالمجان ودعوه مفتوحه للجميع، مش شرط يكون معاهم دعوه. شفت اللوحه بتاعتك انا ماسكها ازاي؟ طب هي على فكره كده غلط. انا كده ماسكها بالشقلب صح؟ ثواني، ما انا مش شايف. هي بالطول بس كده، هي كده. لا بالطول. اوكي. وروني بقى اللوحه عشان انا مش شايفها. بس انا فاكر انها ساقيه يعني. ايوه تمام كده. هي ديت جزء من لوحه، هي لوحه حجمها 2 متر في 2 متر و10. شاركت فيها في صالون الشباب السنه دي. يعني دي المفروض دي مجموعه لوحات صغيره مع بعض بتتجمع؟ مجموعه مع بعض بتكون. انا حتى معايا لوحه كامله هنا على اللاب اهي. انت عامله عندك صوره على اللابتوب؟ اللوحه كامله موجوده هنا. اللوحه كامله. انا في لوحي عايزه اشرح برضو للناس، يعني هو المفروض ان وجهه نظر الفنان بتبقى خاصه بيه، والمفروض ان المشاهد بيكون وجهه نظر خاصه بيه، مش لازم ان هو يوصل للراي اللي الفنان عايزه في لوحته. كويس. بس انا هقف عند اللوحه اللحظه. اتفضل. انا شايف ان اللوحه متناوله الساقيه من زوايا مختلفه. من زوايا مختلفة. يعني مش كلهم مكملين بعض يكونوا شكل عام. لا مش. طب ايه الغرض من الزوايا المختلفة دي؟ الغرض من كده ان هي الساقية بتمثلي عنصر الزمن، بتلف. والخشب عنصر قاسي قوي بطبيعته متين. استخدمت الخشب في الاساس علشان الخشب اصله حياة.
يعني مثلا الخشب احنا بنجيبه منين؟ انا من انا الشجر. ده انا فاهمه يعني اه الجزئيه دي، لكن انا جزئيه ما استخدام انا ما انا الزوايا هقول لحضرتك المختلفه ليه؟ هقول لحضرتك يعني ليه ما بقتش لوحه واحده ان انا ال اشوف الساقيه ايوه كامله؟ الساقية بدأت في الأول بنيانها سليم وبتبدأ تتكسر في الكادر ده هنا في التاني. اللوحه. اه اه بتبدأ تتكسر في الكادر التاني، ها يعني بتتكسر بس ما اتكسرتش قوي، تيجي في الكادر التالت بتبقى مفتتة عبارة عن خشب